النهاردة هنتكلم عن الفترة الأخيرة في حياة الفنان عماد حمدي ورحلته مع المرض بعد ما كان فتى السينما الأول، وأصبح على آخر أيامه بياخد أدوار صغيرة، ورحلة العذاب والمعاناة والفقر والصدمات اللي حصلت له في حياته، والسبب إنه يعيش آخر أيامه في حزن ويموت من القهر. خليكم معايا لآخر الفيديو. عماد حمدي اتجوز 4 مرات، الأولى من حورية محمد اتجوزها فترة قصيرة لمدة شهر. اتجوز للمرة التانية كانت فتحية الشريف، وهي كانت من أشهر مونولوجيست مصر، وكانت من فرقة الريحاني. ولما اتجوزها كانت أجرها 300 جنيه، وكان أجره 25 جنيه، وكان شارط إنها تسيب الشغل، وفعلا سابت الشغل، وبرغم كان أجرها عالي ووافقت تعيش ب25 جنيه، وأنجبت منه ابنهم نادر. وبعد 8 سنين انفصلوا. اتجوز للمرة التالتة من الفنانة شادية، استمر الجواز 3 سنين وانفصلوا بسبب الغيرة. بعد طلاقهم عملوا مع بعض فيلم ارحم حبي والفيلم المرأة المجهولة. كانوا بيحترموا بعض جدا. فتحية الشريف كانت دايما بتقول لابنها أبوك هيلف هيلف وهيرجع تاني. وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية مع نادر، عماد حمدي قال أنا ما ورثتش حاجة من أبويا غير اسمه بس، أمي هي اللي ربتني وكانت هي الأب والأم بالنسبة لي، ولولا هي أنا كنت زماني بقيت من ضمن أطفال الشوارع لأنه عمره ما سأل عني. المهم الزوجة الرابعة هي كانت الفنانة نادية الجندي، وكانت أصغر منه ب35 سنة. اتجوزها وهي عمرها 16 سنة، وقالوا إن الجوازة دي هي اللي قضت على عماد حمدي، وحط فلوسه كلها علشان ينتج لها فيلم بامبا كشر، وكمان كتب لها كل حاجة بيع وشراء، وباع على الحديدة، وبعدين اتطلقت منه ورمته. بس هي نفت الكلام ده وقالت إن اتجوزت وأنا صغيرة، وهو كان نجم وأي واحدة تبقى مبهورة بعماد حمدي، ولكن بعد كده اتطلقت منه علشان فرق السن، وبعد ما خلفت منه ابن هشام. وقالت كمان إن عماد حمدي بالنسبة ليا كان الأب والأستاذ اللي اتعلمت منه كتير. اتعلمت منه القيم والالتزام وحب العمل، وله فضل عليا. وقالت كمان انا ومحمد مختار كنا بنروح نزوره، وكان هو بيجينا وما كناش بنسيبه لحظة، بس هو جاله اكتئاب بسبب موت اخوه التوأم. ولما اتسأل ابنه نادر مين اللي كان بيزور، قال مفيش حد كان بيزوره غير 3: الفنانة شادية ومديحة يسري وهند رستم. بس كان لما يكون تعبان كان بيروح بيت فتحية الشريف أم ابنه نادر، رغم إنهم اتطلقوا بس كان بيرتاح في بيتها، وهي كانت أصيلة. ابنه نادر اللي أهمله هو طفل أصبح هو السند بعد إما كبر، وكان شغال برا مصر ب1500 دولار. ولما أبوه اتصل بيه وعيط له في التليفون وقال له أنا محتاج لك يا ابني، رجع على مصر على طول واشتغل ب70 جنيه. ساب الشغل برا مصر واختار يقعد جنب أبوه. في فترة السبعينيات بعد ما عمل فيلم الصعود إلى الهوية أصيب بشلل نصفي، وابنه ما سابهوش لدرجة إنه كان بينام على الأرض تحت رجله لحد ما خف وتعافى. وكان عماد حمدي جاتله فترة يشتغل باليومية. تخيلوا عماد حمدي بعد ما كان أجره عالي والمنتجين والمخرجين كانوا بيجروا وراه، وصل بيه الحال اليوم اللي يصور فيه ياخد أجر فيه. وبعد كده النقابة صرفت له معاش 60 جنيه و90 جنيه معاش السادات، يعني 150 جنيه، وكان بيدخن 100 سجارة في اليوم. وبعد ما توفي أخوه التوأم دخل في حالة اكتئاب شديدة، وقعد 3 سنين ما بيطلعش من البيت، والشيخ الشعراوي راح زاره. وبعد ما فقد طليقته فتحية الشريف اللي كانت شايلاه ماتت قبله ب9 شهور. المهم عماد حمدي في أيامه الأخيرة بعد إما ماتت طليقته فقد بصره، وقبل ما يموت راح لابنه وقال له يا ابني خلي بالك من نفسك يا حبيبي، وخلي بالك من أولادك، أنا خلاص هموت. قال له بعد الشر عليك يا بابا، يمكن أنا اللي أموت قبل منك. وفعلا يوم 28 يناير عام 1984 توفي الفنان الكبير عماد حمدي عن عمر 74 سنة. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.